ابراهيم جنبه رامي سعيد، عرضيه هوبا، يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض، معقوله الكلام ده؟ محمد فضل مش ممكن. ابراهيم سعيد عملها جميله جدا، وفضل على مسافه اقول ايه 8 ياردات، ومفيش لا رايه ولا صفاره. مش معقول ابدا ابدا ابدا. هيبقى ده التغيير الثالث بالنسبه للاهلي لما يشتري جوده. هجمه منتهى الخطوره لنادي انبي من ناحيه اليمين، عبد الحميد حسن ماشي، عبد الحميد وخطيره، وعلى شماله يا نهار ابيض، وتضرب في القائم. مش ممكن. هدف ثاني مؤكد يضيع من نادي انبي. عبد الحميد حسن المغمور اللي ثمنه على قده يلم الدنيا كلها ويحطها حلوه حلوه. يا سلام يا سلام على الرجوله. طلع ابراهيم سعيد ونزل محمد جوده وسبعه احمر جوه، وعرضيه ومعديه وهوبا. يا راجل حرام عليك، يا راجل حرام عليك، يا نهار ابيض يا جilberto، وعلى شمالك يا راجل. ايه ده؟ مش معقول. ده الكرة على شماله، بص وعلى بعد. مش ممكن يا راجل. ايه يا راجل ده؟ ده مفيش 7-8 ياردات. مش معقول. وعلى شماله والمرمى مفتوح تماما. مش ممكن. بنلعب مين حلوه لبيبو عرضيه وجilberto. اي كلام يا جilberto، حرام عليك يا جilberto، حرام عليك يا جilberto. مش معقول. عادل بيلم، عادل ودخل، عادل منتهى الخطوره وفي التوقيت المناسب جدا يزقها شادي محمد. ضربه ركنيه. منظر مأساوي جدا الحقيقه. بلال بيبكي. حاجه طبعا يعني هنقول ايه، هي دي الكوره يا جماعه. وائل جمعه على شماله وعرضيه وهي وهوبا. يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا فضل، يا نهار ابيض يا فضل. مش معقول. مش عايزين يا ابني نحملك اكتر من طاقتك، لكن مش معقول. بص يا راجل. يا نهار ابيض يا فضل، يا نهار ابيض. مش عايز اقول يا نهار ابيض، ده يا نهار ابيض دي ما تكفيش. ده انت على بعد 4 ياردات يا فضل. الله يكون في عونك يا ابني، انا مش عاشر. وبمواجهه مرمى عصام محمود. هل تكون هذه الكره بمثابه طوق النجاه للنادي الاهلي ويلعب مباراه فاصله مع نادي الزمالك ولا ايه؟ هنشوف. لن يحسم هنا في استاد المقاولون العرب درع الدوري العام، ربما يحسم في استاد. الكره دي تكاد تكون كره الموسم، تكاد تكون كره الدوري او كره ابقاء الامل على درع الدوري. رضا البلتاجي وخالد بيبو برضه هي تضرب في الحيطه. هي لشنح، ويطلق الحكم الدولي رضا البلتاجي صفارة نهاية المباراة بفوز نادي انبي 1-0. هارد لك للنادي الاهلي. واذا كان الزمالك قد انهى مباراته بالفوز، مبروك له درع الدوري. ميه عبد الله احنا دوري
حسام حسن كابتن حسام، تقول لنا ايه من خلال الكاميرا في الملعب؟ الحمد لله والله. يمكن انا قلت قبل الماتشات اللي فاتت ان نادي الزمالك يستحق البطوله. بحمد ربنا اولا احنا عملنا موسم كويس واللعيبه عملت ماتشات كويسه، يمكن احسن مستوى ثابت نادي الزمالك واللعيبه اللي موجوده كويسه على اعلى مستوى، فربنا بيدي كل واحد على قد مجهوده، فبحمد ربنا وهارد لك للنادي الاهلي. جمال والله بقول الحمد لله على السنه الكبيره اللي احنا عملناها النهارده، وبقول يعني الحمد لله ان ربنا كلل مجهود اللعيبه وتعبنا السنه دي كتير، والحمد لله يعني ان احنا نستحق ان احنا ناخد البطوله. وبقول هارد لك للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، بس احنا هنحقق بالبطوله الحمد لله. السنه دي احنا فعلا حصل حاجات كتير، يعني احداث كتير حصلت، وزي ما قلت من شويه ان نادي الزمالك يستحق البطوله بفضل الله، لان احنا تعبنا ويمكن احسن فريق زي ما قلت لك لعب في مستوى ثابت طول الموسم، فنحمد ربنا عليها، ودي تكمله البطولات افريقيا اللي احنا خدناها والسوبر الحمد لله. ما اقولش حاجه، بقول احنا وعدناهم من اول الموسم ان احنا دوري معانا، بس احنا عايزينهم في الوقت نعملوا اكتر من كده، والحمد لله زي ما وعدناهم عملنا حققنا الوعد بتاعنا، فبقول لهم مبروك عليكم الدوري، والدوري ده يعتبر احلى دوري على مدار 10 سنين فاتوا. احمد صالح اقول لهم الف مبروك، واحنا ما يئسناش طول السنه، والحمد لله ان احنا قدرنا ناخد البطوله في اخر ثانيه الحمد لله. صديق تقول ايه للجمهور ده؟ انا مش عارف اتكلم بصراحه، انا فرحان جدا. لا اكيد في كلام اتقال. الحمد لله يعني ربنا كلل مجهودنا طول الموسم، واحنا هنحقق الدوري، والناس دي كلها الاهلاويه قبل الزمالكاويه عارفين ان احنا هنحقق الدوري الحمد لله. خدنا الدوري الحمد لله. محمد عبد المنصف، طبعا في كلام اتقال لجمهور نادي الزمالك، تقول له ايه النهارده؟ كل الناس اللي جد طبعا الف مبروك، ويعني احنا ومعاك عبد الواحد برضه على فكره، عايزكم انتوا الاثنين مع بعض. يعني زي ما بقول لك طبعا ببارك عبد الواحد، ببارك كل جمهور الزمالك واللعيبه كلها وعلى الاداء بيقول النهارده، وبقول الحمد لله ان ربنا اكرمنا بالبطوله ديت، لان فعلا راحت وجت، ويمكن الحمد لله مجهود اللعيبه والجهاز الفني والجمهور اللي بيجي ورانا دوت هو اللي الحمد لله وفقنا النهارده. شوف هو بيقول لك ايه، انت هتقول له ايه بقى النهارده؟ بقول له طبعا محمد كان من الناس اللي واقفه جنب طول الموسم، الحمد لله ان احنا ادينا موسم جيد وربنا كرمنا في الاخر وكرم الناس دي كلها، ونشكر ربنا اولا واخيرا والجهاز الفني والناس كلها اللي وقفت جنبنا في الماتشات الصعبه دي، والحمد لله ان احنا خدنا البطوله دي، الحمد لله بطوله غاليه جدا بالنسبه لنا. نقول بقى من حقنا نقول عندليب الزمالك، لان عندليب الزمالك خلى جماهير الزمالك تغرد النهارده. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله تعبنا وربنا كرمنا، كان املنا في ربنا مش في حد تاني، وربنا كرمنا، وده تعب موسم كامل وبطوله افريقيا وكاس مصر ولعبنا موسم كامل، احنا الموسم مش ساكت يعني، الموسم ورا بعض، ربنا كرمنا وتعبنا طول الموسم، وهارد لك للنادي الاهلي، والف مبروك لجمهور الزمالك، ويا رب كده نزيد الانتصارات. الحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا ان احنا ناخد بطوله الدوري العام، واحنا كان في احساس من جوانا، ويمكن الكابتن احمد رمزي قال في بطوله افريقيا قال ايه بقى؟ قال انا حاسس باحساس كويس ان ربنا هيكرمنا في المباراه دي، والحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا احنا نكسب النهارده 1-0. امير الموهوبين في دنيا كرة القدم، شايف الجمهور فرحان بك ازاي؟ تقول ايه الجمهور نادي الزمالك بعد الدرع النهارده؟ بقول لهم الحمد لله، وحقهم يفرحوا وحقهم يفتخروا باللعيبه اللي في نادي الزمالك، ان اللعيبه رجاله بجد لغايه اخر ثانيه بنلعب، وكسبنا ماتشات كتير قوي صعبه، كسبنا جوه وكسبنا ورا، الدور الثاني تقريبا في كل الماتشات بما فيهم الاهلي. بقول للاهلي هارد لك، منافس قوي، ولكن يعني احنا متهيألي كنا احق السنه دي، الحمد لله ربنا كرمنا وكرم اللعيبه دي كلها. الله لا يفرقنا، لا يبعدنا، لا يحرمنا يوم من بعضنا، الله جمعنا سوا، قمر الهوى يجري في عروقنا ودمنا، الله لا يفرقنا، لا يبعدنا، لا يحرمنا يوم من بعضنا، الله جمعنا سوا، قمر الهوى يجري في عروقنا ودمنا، شوف كنا فين وبقينا فين انت وانا، الله 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 يا الله، الله 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 في هذه اللقطة وفي هذه اللقطة
مشاهدينا الاعزاء، للاسف صوره مأسوفه بنأمل الا نراها في ملاعبنا مره ثانيه. اللاعب رامي سعيد لاعب النادي الاهلي، وزي ما احنا شايفين الاعصاب مشدوده وتدخل الشرطه بعد انتهاء الشوط الثاني مباشره. سبحانه وتعالى زي ما احنا متابعين مع حضراتكم، هذا الفريق الصاعد لاول مره في تاريخه الى دوري الاضواء حصل على المركز الرابع. يا متعذب يا صابر على العذاب والألم، بتمشي سكة الأحباب وتلقى آخر الطريق ندم. يا قلبك ظالم أناني معرفش يحبني، خسارة فيك قلبي قلبي، خسارة فيك قلبي، خسارة فيك حبي، وخسارة أبكي عليك، خسارة ده عمري الحب يا عمري، يا خسارة حب فيك. انت ما تهزتش الحالي، انت ما صعبش عليك غالي، انت ما تهزتش الحالي، انت ما صعبش عليك غالي. عين على الناس اللي شافوك